ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ نفسك تعودي بقى، مش كله بيدعو للحريه وبتاع؟ يا عم انت مش حر، مش انت ورا الكاميرا، انت مش حر، انت ما جيتش الدنيا بمزاجك ومش هتروح بمزاجك ومش هيحصل في الدنيا اللي على مزاجك، انت مش حر، اتفقنا؟ انا جسمي احسن منك، ما فيش احسن منك. هل الفيديو ده انت عملته ترد بيه على الناس اللي بيقولوا تعليقات سلبيه؟ الناس بتتضايق في الحوار ده. انا عايش احسن منك، بعمل الفلوس اللي انا عايزها. حبايب قلبي، ايها الفهم العظيم، وحشتوني. او في مقوله اخرى والله استجنن. تقول لي يا فرمون انت اجلت الفيديو ده من يوم الثلاث ليوم الاربع ليه؟ تقول لي عشان الثانويه العامه. اقول لك لا، عشان انا مشغول. لا، المونتير كان كارت الشاشه بتاعه بايظ. المهم دي مشاكل بيني وبين المونتير، مش حابب ادوشك بيه، لكن هدوشك دلوقتي بانك تعمل لايك، سبسكرايب القناه، وما تنساش تشارك معانا بكومنت في المهزله اللي هتحصل، لان انا المره دي عارف ان في مهزله هتحصل. يلا بينا. بصوا يا جماعه، احنا هنبدا المره دي بتيك توكر عبد الله التركي. عبد الله التركي ضفر شعره، فالناس هجمته زي ما انت شايف كده في السكرين. يقوم يعمل ايه بقى؟ يقول لك ده ويجز وده محمد رمضان وده مش عارف مين، دي فنانين وناس تعبت ووصلت، وانا ان شاء الله هتعب. يا جماعه توصلوا لفين؟ انا مش، انتوا بتضفروا شعركم بالشكل ده توصلوا لحد فين؟ المهم طبعا لما بيترمي علينا الحمل بنطلع بمخرج ديني، اي حد بيتزنق يطلع بمخرج ديني. المهم جرزقها كده حته في سقف التيك توك وقال لك ايه؟ الرسول كان مضفر شعره. انتوا عايزين مني ايه؟ حماده بسم الله ما شاء الله، انت بتقتدي بالرسول، واضح على فيديوهاتك انت والمدام. طب بقول لك ايه، هو وانت بتقتدي بالرسول شكلك يعني قريت في سيره الرسول، فبسم الله ما شاء الله معلوماتك غزيره. فانا عايز اصحح لك معلومه بس، الرسول كان بيضفر شعره 4 ضفائر. امتى بقى؟ يعني امتى كان الرسول عليه افضل الصلاه والسلام بيضفر شعره؟ وليه؟ لو انت بتقرا كده هتلاقي ان هو في وقت حرب او على سفر او الى اخره. يعني ايه؟ يعني يا عبد الله علشان مش فاضي الفضل اللي انت فيه، انت رايح تعمل نيو لوك. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بيبقى طالع غزوه بينشر الدين اللي انت سبحان الله خدت منه بس لا ايه ده؟ في تضفيره شعر هنا زي بالظبط ما بعض الرجاله كده بتاخد انا هتجوز 4 بس. طب 4 لازم تعدل بينهم، لا اعدل دي بعدين يا عم، وانا ربنا عشان اعدل بينهم انا هتجوز 4 وخلاص، وهكذا. يعني عبد الله ما تاخدش حته من التورته حبيب، لا وتاخد الحته اللي على مزاجك. لا اله الا الله. ندخل على اللي بعده. يا رب اصلح حالي، يا رب، يا رب ارزقني، يا رب، يا رب وسع رزقي، اللهم يا امين، رب اجبر بخاطري، يا رب اصلح اولادي. كلنا بنقول كده في الدعاء، صح. ولكن خليني اقول لك، اللي انت بتقوله ده واللي انت سمعته منه دلوقتي مخالف لنص القرآن الكريم. ايه؟ ليه كده يا شيخ بالله عليك؟ يعني احنا مش علشان نطلع في الترند نعقد الناس. اتفضل، انا عارف النقطه اللي انت جاي فيها. مخالف نص القرآن الكريم؟ لا، واحدة علشان انا مش فاهم حاجة. طيب افتح معايا المصحف وهات لي كده خواتيم سورة التحريم، هتلاقي ربنا بيقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما قالتش يا رب. هات كده سورة آل عمران. يا جماعه انتوا عارفين الفرق بين ربي ويا رب؟ وهنا بيقول لك ان يا رب اداه نداء للبعيد، وربنا قال لك في القران اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. يا عليك يا شيخ واللفه الجميله. طب شيخ بالله عليك معلش كده يا شيخ، يعني انا كل دعائي اللي ما كانش بيستجاب كان علشان انا بقول يا رب مش ربي؟ لا. هل هي مؤثره في قبول وعدم قبول الدعاء؟ لا. هل يجوز يا شيخ ان انا ادعي باي صيغه اعرفها؟ طبعا يجوز. هل يجوز يا شيخ ان انا ادعي اصلا بعاميه بشعبي باي لهجه انا بعرف اتكلم بيها؟ طبعا يجوز. يا شيخ انا ما اعرفش اتكلم غير انجليزي، ادعي بالانجليزي؟ ادعي بالانجليزي وان شاء الله مقبول. لازمته ايه ان اشوف كل الكومنتس عندك تقول انا بدعي غلط؟ طب وانا كده مش عارف ايه؟ طب امال ايه الصح اللي انا بعمله في الدين لما ده غلط؟ الناس عماله تشك في بعض في الكومنتات ليه؟ ما تبسطها الله يبارك لك. يا جماعه احنا هنا ما بنهاجمش اي اشخاص، يعني الراجل ده اعلم مني واشطر مني واحسن مني وربنا يزيده علم يا رب، يعني مهما كان الشخص اللي موجود احنا بنتكلم في اللي هو بيتكلم فيه. انما الراجل الجميل ده كده عنده علم كتير هيفيد الناس بيه. دماغك توديك كده، دماغك توديك كده، هتبقى فاهم ان احنا لا. شاهد الفعل الشنيع اللي اقدم عليها ذلك الرجل العراقي، عليه من الله ما يستحق. احنا ما بيدينا شيء سوى ان نقاطع المنتجات السويديه. انا مع الكلام ده قلبا وقالب. اللي سب الرسول في مصر لا عارف يمشي ولا عارف يتحرك وخايف ومرعوب. قبلها اللي سب الرسول في فرنسا اتعجنوا في فرنسا واتعمل مقاطعه للمنتجات الفرنسيه وما بنعديهاش، والمره دي كمان مش هنعديها. فبعد اذن سيادتك اتمنى لو ما حدش قال لك غير انا والراجل المحترم ده قاطع المنتجات السويديه فيا ريت تقاطعها. تقول لي يا فرماوي السوبر ماركت اللي عندنا هو اللي بيخسر؟ لا حبيبي، السوبر ماركت اللي عندنا ما بيخسرش، الفطيم ما بيخسرش، سلسله مول العرب ما بتخسرش. فكك، ده مش لو المنتجات السويديه اختفت، ده لو السويد قفلت الفطيم مش هتاثر معاك. بسم الله ما شاء الله احنا عمالين ما بنحسدش حد. ممكن بس تخليك في اللي انت فيه وتشوف المنتجات دي وتقطعها بعد اذنك. خدها بقى سكرين شوت كده جميله وانشرها، وبالله عليك تقطعها. واحد حرق القران يا اخي، خلي ده رد فعلك كمسلم. اللي بعد. ازيكم يا جماعه، يا رب تكونوا بخير. المره دي محتاجاكم انتوا اللي تساعدوني مش انا اللي هساعدكم. بقالي كتير مش بكلمكم عن الجريف جيرني بتاعتي ولا بشارككم افكاري، فقررت النهارده اتكلم عن حاجه very private actually، بس
انا دايما بحاول اكون حقيقيه واي حاجه احطها تكون relatable. فهكلمكم عن علاقتي بربنا بعد لما ماما توفت. انا كنت وصلت لليفل كويس قوي في علاقتي مع ربنا قبل ما ماما تتوفى، وزي ما قلت لكم قبل كده كنت بصلي بحب وتحمس ان انا رايحه اتكلم مع ربنا وانه ده وقت عبادتي. كنت بعمل حاجات تانية كتير بشغف واستمتاع انه ربنا سمعني وربنا معايا وربنا هيكبر بخاطري. كنت مؤمنه جدا بكل الكلام ده، واكبر دليل انه اي فيديو كنت بحطه لماما كان بيشوفوا ملايين الناس، وكان في ملايين الناس بتدعي لها. انا كنت متعشمه جدا انه اكيد ربنا هيسمع على اي حد من المليون شخص اللي كان بيدعي لها، ولكن ما حصلش. ولما ماما توفت حسيت بخذلان. انا مش عارفه المفروض اقول كده ولا لا، بس هو ده فعلا اللي انا حسيته. انا اكني كنت ساندة على حيطه، والحيطه دي اللي هي ايماني. لما ماما توفت الحيطه دي اتقسمت نصين وانا وقعت. ماما كانت معلماني انه السلام عليكم، ازيك؟ عامله ايه؟ ان شاء الله ربنا يرحم مامتك ويدخلها فسيح جناتك. هسالك كام سؤال كده من ورا الكاميرا انت والناس الجميله دي كلها. انا راجل دلوقتي والدي او والدتي بعد الشر عليهم او اي حد من قرايبي اعرفه تعبان خلاص، وانا بقول للناس ادعوا له ربنا ينجيه، ادعوا له ربنا يرحمه، ادعوا له وهكذا. خلينا بقى نجيبها من زاويه ثانيه. قدر للشخص ده انه يموت يوم الجمعه الساعه 9، فهل لو انا ومليون شخص دعينا ان الموت يتقدم عنه شويه هيحصل؟ طب يتاخر شويه هيحصل؟ خلينا بعيدا عن كل ده، نيجي بقى نقلب الايه من خذلان يا ستي بقى انت سميتيها خذلان، بس خلينا نقول ان كلام المليون اللي بيدعوا لك دول او اللي بيدعوا لمامتك بالشفاء اتسمع، وكل ما حد يجي يموت يجوا شويه ناس يدعوا له فيكمل. ايه رايك في القاعده دي؟ مش منطقيه؟ كل نفس ذائقه الموت. انت عارفه ان انت هتموت. طب يا فرمو دلوقتي احنا عندنا حديث في السنه بيقول ان ما يؤخر القضاء او ما يمنع القضاء الا الدعاء، يعني ده فيما معناه. الحديث موجود على الشاشه. مش يمكن الناس دي لما دعت كان بيدعوا بهدف ان هم يؤجلوا موتها؟ ايه ده؟ لا تصدق ما كانش بهدف ان هم يؤجلوا موتها. امال كانوا بيدعوا بايه؟ ممكن بالنجاه، ممكن بالشفاء، ممكن بالمعافاه. كل دي صور لا تعني نهائيا ان هي تاجل موتها. لو فضلنا مكملين في السلسله دي هندخل بقى في حته هو هل ينفع ان انا ادعي بتاجيل ينفع انك تسال الله طول العمر وحسن العمل، وورد ذلك عن الرسول عليه الصلاه والسلام. طب يا فرماوي انا عملت كل ده، انا دعيت بطول العمر ومع ذلك برضو الشخص ده توفى، اعمل ايه بقى؟ تقبل قدر الله، انا لله وانا اليه راجعون. انا بدعي علشان الشخص ده ما يموتش، لا اله الا الله. خلاص انا كمان هدعي ان انا ما اموتش خالص بقى، عايز اقعد لي 150 سنه كده ولا حاجه وبعدين ابقى نشوف الحوار ده. جماعه بيتزامن مع اللي حاصل ده موت ابو تيك توكر جميل قوي كده، هو بيتكلم عن الاسلام وبتاع، وهو طالع يتكلم عن خبر موت باباه. انا كنت فاكر ده ابو حد صاحبه او حاجه. من بسم الله ما شاء الله التماسك اللي هو فيه، ربنا يثبته يا رب. الله اعلم هو بينه وبين نفسه ايه، بس انت متخيل طالع انا لله وانا اليه راجعون، انا بابايا في ذمه الله فاتمنى تدعوا له والحمد لله انه متوفي وهو راضي عني. ايه الجمال ده؟ هو في فرق قوه ايمان. فيا رب لما يجي لنا البلاء يقوينا مش يرجعنا لورا. خلينا نكمل الفيديو بتاعها نشوف هي بتقول ايه. هاخده في حياتي مش هيكون ليه توجيه من عند ربنا. للاسف انا قعدت كمان اسبوع مثلا مش بصلي خالص، مش بتكلم مع ربنا، حتى مش عارفه ادعي لماما. يعني الناس كانت بتقول لي ادعي لها، انا فعلا ما كنتش عارفه اقول لربنا ارحمها او اغفر لها، عشان انا كنت شايفه انه there is no point انه انا دعيت ان هو ما ياخدهاش، هو اخدها. انا دلوقتي هدعي ربنا ان هو يرحمها او يغفر لها، ما هو برضه مش هيسمعني. لا ويت يا جماعه، احنا فاهمين الدعاء غلط خالص. في فرق بين اليقين في الله ان هو ان شاء الله هيستجيب لدعائي بالشكل اللي هو شايفه خير ليا، وفي فرق كبير بين اني الزم الاله باستجابه دعائي. يعني انت مثلا بتقولي ان انت طول حياتك ماشيه بالدعاء، وعلشان يعني بالطريقه دي فهو بيستجاب طول حياتك ما شاء الله، فيستجاب يستجاب يستجاب، ما استجابش لا خلاص يبقى مفيش ربنا بقى، انا مش هصلي ومش ولا هدعي له يرحمها. ايه ده؟ لا طبعا. بصوا يا جماعه احنا كل ده بنراعي ان هي بنوته صغيره ممكن ما تكونش فاهمه كويس الموضوع عامل ازاي ولا التشعب عامل ازاي، بس احنا بناخد المثال علشان لو حد جاله التفكير ده او تزامن معاه التفكير ده. اتفقنا؟ ده اللي انا كنت بفكر فيه ساعتها، وكان في دماغي انه ربنا ما سمعش ولا حد من اللي كان بيدعي لها ان هو يشفيها، فليه هيسمعنا دلوقتي؟ والموضوع كبر معايا شويه، ان انا بدات اتساءل في الدنيا اللي هو واحنا بنعبد ربنا وهي ماما راحت فين وهي حاسه بايه وهي شايفاني ولا لا، وليه ربنا بيعمل فيا كده، كل الحاجات دي. وحرفيا كنت شايفه انه there's no point ان انا اصلي او ادعي. انا مش عارفه اللي انا بقوله ده حرام ولا لا، بس هي دي بالظبط كانت افكاري ساعتها. انا حاليا في رحله ترميم علاقتي مع ربنا، والحمد لله رجعت اصلي طبعا عشان انا عارفه ان انا المفروض اصلي وعشان ما اخدش ذنوب.
مش عشان انا متحمسه ان انا اروح اتكلم مع ربنا زي الاول. انا بشتغل على الموضوع وبحاول كل يوم، بس اي عبادات بأديها بتكون اصعب 100 مره عن زمان، وللاسف هو ده اللي انا كنت خايفه منه، ان انا ارجع 10 خطوات لورا. عارفين يا جماعه ان الموضوع لا مؤلم بجد والله، موضوع مؤلم. الفكره ان دي حاجات في العقيده، ان انت ما تخرجش من اطار انك عبد، عشان كل الاتجاه دلوقتي ان احنا نخرج من اطار العبوديه. مش كله بيدعو للحريه وبتاع، يا عم انت مش حر، مش انت ورا الكاميرا انت مش حر، انت ما جيتش الدنيا بمزاجك ومش هتروح بمزاجك ومش هيحصل في الدنيا اللي على مزاجك، انت مش حر. اتفقنا؟ اقتنع ان ده دار اختبار، مده صغيره انت عايشها علشان مده كبيره الله اعلم هتعيش على ايه. انت اخترت ابوك وامك، نزوقها شويه، انت اخترت باباك ومامتك، اخترت هتتولد امتى، اخترت هتتولد فين، في اي بيئه، انجلترا، الهند، السودان، مصر، اي حته، اخترت هتتولد فين، هتكون على اي جنسيه، اخترت اصلا هتتولد ولا لا، اخترت هتموت فين، هتموت ازاي، هتموت امتى. انت عبد مهما طلعت من وقت دخولك لوقت خروجك من اطار العبوديه وحاولت انك تطلع من الدايره دي، انت عبد. تيقن بده يا جماعه. اسمعوا الشيخ سمير مصطفى وهو بيتكلم في العقيده وعلاقه العبد بربه. هسيب لكم كام لينك للمحاضرات والحاجات دي، وفي سلسله حلقات اسمها اصلاح القلب، هسيبها لكم اللينكات برضو تحت. ايه يا جماعه الجمال ده؟ انا بص انا عارف الكلام بس عمري ما هعرف اقوله بالجمال اللي هو بيقوله. اتمنى لك ان شاء الله تقربي من ربنا اكتر لدرجه انك تتحجبي مثلا، او تغطي اجزاء جسمك اللي باينه زي ايدك او رقبتك مثلا. مش هينفع كده، هيبقى ضغط عليها. يعني تخيل فعلا انت لو ابتديت تنصحها بالحجاب دلوقتي اقول لك لا ما ينفعش، لان فعلا البني ادم ما ينفعش يتضغط مره واحده، وهي مجرد بس ما هتفوق من الصدمه بتاعت مامتها دي كل حاجه هترجع لمكانها ان شاء الله. فيا جماعه نيابه عنها ادعوا لمامتها بالرحمه ولاموات المسلمين جميعا. اللي بعده، ليه ما نعملش الحج بالميتافيرس؟ يا ست عودي بقى جماعه. ده اقتراح من لميس، بس هي مش بتقوله على لسانها، فهي بتقولك اصل بيقولوا ليه ما نعمل، بيقولوا عشان ايه بقى؟ عشان الناس ما تهاجمش لميس. برضه الناس هاجمت لميس، بس لميس انت اللي مقدمه الاقتراح. يعني ما اروحش اجيب حته طين من الشارع وارميها في وش المشاهد يقول لك لا مش انا اللي رميت طين، انا بس جيت وريتهولك، جيت طلعته على الشاشه. قولي بقى عايزه الحج يكون فين لا مؤاخذه؟ الحج اونلاين. نعمل حج بسيرفرات، سيرفر اونلاين. معرفش السعي والطواف ده هنعمله ازاي، يعني هل هنلبس نظاره في ار ولا معرفش. الصفا والمروه هيحصل ازاي معرفش. رمي الجمرات هنرمي كنت لسه هقول هنرمي استاذه لميس، بس ان شاء الله ربنا يهدينا جميعا. المهم فايه الحاجات دي كلها تتم ازاي؟ استاذه لميس انت رحت الحج، عارفه الخطوات اللي بتحصل ازاي؟ عارفه ان في رمي جمرات وفي طواف حول الكعبه وفي عارفه الخطوات، عارفه ان في كيلوهات من المشي، عارفه الحاجات دي. يعني ايه هنعمله اونلاين؟ طيب مش فاهم. يعني نعمله بالزوم بقى كده والحاجات دي، الحاجات تطورت. نعمله زوم ميتنج. انت متخيل ليه ما نعملوش زوم ميتنج يا جماعه؟ ابلكيشن زوم ميتنج ده بيكون للشركات والحاجات دي عشان يتكلموا مع بعض فيديو كول. المهم ليه ما نعملش الحج زوم ميتنج ويبقى واحد بيلف حوالين الكعبه بالكاميرا والجمهور شايفه وبيحجوا معاه؟ ليه؟ ده بسم الله الرحمن الرحيم كده. يعني ههدم لك السؤال ده بتاعك في اول ربع خطوه من خطوات الحج. الاحرام، عارفه يعني ايه الاحرام؟ يعني بتروحي تحرمي من ميقات الاحرام قبل ما تروحي الحج، ولازم تكوني موجوده بنفسك وفي نفس المكان المقرر ليكي تحرمي فيه، سواء كان ميقات اهل مصر او ميقات اهل الشام اهل الخليج، ايا يكن الميقات. في ميقات لاهل مكه واهل مدينه وهكذا. اول خطوه خالص لازم من شروط الصحه بتاعه الحج او العمره لازم تروحي الميقات بنفسك. مش ده كان سؤالك احنا ليه لازم؟ انا بقى مش هكمل معاك الخطوات اللي جايه دي كلها، هي من اول خطوه خالص من قبل ما نبدا حتى الحج قفلنا سؤالك. اتفضلي اطلعي بره. ايه اتفضلي ليه؟ تشوفي اللي بعده. انا جسمي احسن منك، معايا فلوس احسن منك. هل الفيديو ده انت عملته ترد بيه على الناس اللي بيقولوا تعليقات سلبيه؟ الناس بتتضايق في الحوار ده. انا عايشه احسن منك، بعمل الفلوس اللي انا عايزها، بعمل اللي انا عايزه. بالنسبه لي انت لسه اسمع لك ليه؟ واضح ان انا بعمل حاجه صح وانت غلط من الواضح كده. فانت المفروض مين يعني انت بتعمل حاجه صح؟ ده الواضح. انت متضايق ان الناس هجمتك طبعا علشان العنصريه والطبقيه وكل الكلام اللي انت قلته ده وتنمر كمان. مش عارف والله العظيم متكوي هو اللي بيتنمر. ما علينا، اكيد متكوي بشر ومن حقه يتنمر يعني، بس الفكره ليه؟ المهم يعني شايف ان عشان انت معاك فلوس فانت صح، وانا عشان مش معايا فلوس فانا غلط. ده مقاييس الصح والغلط اختلفت تماما. طيب احنا دلوقتي عندنا اغنياء بيتاجروا في السلاح، بيتاجروا في المخدرات، بيتاجروا بالبشر، زي اخر مشكله حصلت في امريكا وحاولوا يترمخوا عليها بالموضوع بتاع الغواصه، وكانوا بيتاجروا بالاطفال الصغيرين علشان يديهم حوار كده زباله من امريكا، وكان متورط فيه ابن جو بايدن. هم كانوا بيحاولوا يلغبشوا على الحوار ده وانا بقوله دلوقتي. ما علينا، نرجع لمكاوي. مكاوي هي ما بتتقاس بالفلوس خالص، ومعايير الصح والغلط بيحددها الدين، لا انت ولا فلوسك اللي هي انا اسف قد كده. اصل انا جيت دبي وشفت الناس عامله ازاي وشفت انت ازاي وسط الناس،
فكك بقى فكك. اسمع لي، مش انا المفروض اسمع؟ ده ببساطه فيزيكس بالنسبه لي الموضوع. انا بتشد لان انا عايز ابقى شبهه. هم مركزين معايا عشان انا احسن، وانا مركز مع اللي احسن مني، وعمري ما دول الناس مركزه مع الكاوي عشان هو احسن منه او احسن من الناس، وهو مركز قدامه، يعني هو بيتشد على اللي احسن منه علشان يبقى هو احسن، واحنا بقى متضايقين. احنا ازاي هو بيبقى احسن وبيتشد للي احسن منه؟ تفتكر يا مكاوي انت معاك الفلوس الكافيه ان الشعب يحقد عليك؟ حبيبي انت محدش طايقك علشان انت بتقدم كونتنت سيء بيدي الناس ان هم يكلموا بنات ويتعاملوا مع، يعني استغفر الله يا رب، تتعامل بنات على انهم سلعه. ما علينا، المجتمع كرهك للاسباب دي، مش عشان خالص القرشين اللي هم حرفيا قرشين هنا في دبي اللي معاك. مكاوي انت لسه قاعد ايجار لحد دلوقتي، ما تخليناش نسيح بقى. منهم انتقاد، دايما بشوف تشجيع، انت ماشي كويس، حسن في ده وده ظبط، وده اللي مخليني دايما بتطور، ان انا بسمع للناس اللي انا عايز ابقى شبههم فقط. يا جماعه بجد والله العظيم ما تسمعوش لمكاوي. يعني بص هوريك نتيجه السمع لمكاوي ايه. ده فيديو حد لسه بعتهولي، بص كده. قديم عم نشرب مي اسمه بص، بحثت عليها لقيت حقها $200، يعني كل لتر ونص مي بيشربوا أديب بيدفع $200. جماعه انتوا عارفين الميه بتاعت فوس دي بكام؟ ب5 درهم تحت في السوبر ماركت اللي تحت، ولا ب$200 ولا حاجه ولا اي هبل. بس الفكره ان الناس دي عماله تصدر طاقات في العيال الصغيرين. جماعه بالله عليكم ارحمونا، الجيل ما ناقص، والله العظيم الجيل ما ناقص. هو متعبي تيك توك، ومتعبي رقص، ومتعبي ضغط اهل، ومتعبي جهل من المجتمع، ومتعبي اختلاف ثقافات واختلاط ثقافات، ومتعبي ان الولد بيفتح يلاقي كل حاجه داخله في بعضها ومش عارف الصح من الغلط، ومتعبي ان كل واحد بيغير معايير الصح والغلط حسب ثقافته هو. متعبي بلاوي، ومتعبي عنف من الاهل، ومتعبي ضغط من الدراسه اللي هي اصلا مش هتفيده. الجيل اللي جاي متعبي كفايه. انا بفكر اعمل محتوى جديد للجيل اللي جاي بس، ومش هعرف يا صاحبي اصلح لك اللي الدنيا بوظته فيك. انا مش هقدر، انا مهما كنت خايف عليك مش هعرف اعمل لك كل ده. هم بيخربوها وانت بتسمع لهم، وانت صعبان عليا. يا عم انا فلتت، يا عم انا شايف ان انا فلتت، انا شايف ان انا لما ربنا كرمني ورجعت ربنا فلتت يا سيدي، وانت اللي صعبان عليا، انت اللي بتداس. انا حاسس يا جماعه ان كمان 5 سنين انا مش عارف هنوصل فين. احنا دلوقتي بقينا بنتاجر بالشرف، بنتاجر باعراض بعض، بطلع بمراتي ارقصها ومش عارف ايه وبتاع، بنتاجر بندوس كرامه بعض في اللايف، بنتاجر بنعمل بعض سلع ونبيعهم، بنجيب بنات زي الاستاذ ده كده ونعمل بيهم فيديوهات ونستعملهم كادوات. بقينا حرفيا بنتباهى بكل ما هو مؤذي فقط، وفي الاخر نرجع نعيط ونقول انا ايه اللي خربك نفسيا؟ ايه النفسيه نفسها راحت. وتيجي تقول للحد روح صلي. يا عم الصلاه بتعمل ايه؟ يا عم بتعمل بس استمر عليها، مش تصلي ركعتين ولا تصلي اسبوعين 3 ولا شهر تقول لك بس انا خلاص انا صليت وما حياتي ما اتغيرتش. تخربها في 20 سنه وعايز الصلاه تحلها، والله تحلها لك في يوم، بس خليك صادق. لكن الصدق والنيه واليقين ده مش هيجي معاك من اول شهر. فبالراحه يا جدعان، قسما بالله انا اعرف ناس بتطعن في السنه كلها عشان حديث واحد بيعارض حاجه هم بيحبوا يعملوها، قسما بالله. واعرفه كشخص، واعرف الشخص التاني اللي بيعمل ده، واعرفه معرفه شخصيه، وهم عارفين ان هم غلط. فكفايه والله العظيم، كفايه اسرار بيوت مرميه على النت. الواد بقى طالع مش عارف يعني ايه حرمه بيت، يعني ايه ده، ايه حرمه بايه المصطلح ده دلوقتي. انا بفتح التيك توك بعرف الناس طبخه ايه، قاعده لابسه ازاي في بيتها، بتعيش ازاي، بتعمل ايه في يومها. ايه يا جماعه؟ انا بقول للحد كبير في السن، بقول له البنات دلوقتي بقت تنزل صورها على النت، فبيقول لي ايه ده، والرجاله كمان بينزلوا صورهم. قلت له اه. قال لي انت عارف الصور اللي هي اللي كانت بتتصور وتطبع دي؟ قلت له اه، ما ينفع دلوقتي اي صوره تطبع. قال لي عندنا هنا الصحراء بيعملوا عليها اعمال ومش عارف ايه. قلت له حاج انت جاي في دماغك ان الناس بتنزل صور على النت فالناس بتطبع لها صور بقى وتعمل اعمال؟ قال لي اه طبعا ده عادي جدا. شوف واحد زي ده دماغه فين اصلا، دماغه بعيد قوي. واحد تاني تلاقيه بيشارك معانا تفاصيل هوايات مراته المفضله هو بيصورها. انا حاسس ان انا لو حطيت الاثنين دول قدام، يعني لو جبت الراجل ده حطيته مع لا مؤاخذه اللي بمراته ده وقعدتهم الاثنين مع بعض هيحصل انفجار. يعني نفسي اشوف رد الراجل ده هيبقى ايه على اللي بيحصل ده. انا يا جماعه من دلوقتي انا يا جماعه محتاج تيم لتوعيه الجيل يكتب لي محتوى، لان والله العظيم ما فاضي ونفسي اعمله. انا طبعا هساعد في كتابه المحتوى بجزء كبير، بس انا مضغوط ونفسي والله العظيم. انا شايفكم اخواتي الصغيرين، انا مش عارف المها منين ولا منين والله. امشي اطلع بقى، بقول لك ايه، روح ذاكر، قوم اعمل حاجه مفيده. سلام.